مين هنا بيحب القرنبيط يجي يشوف عملنا ايه؟ واللي ما بيحبوش برضو يجي يشوف، علشان لو جربتوا الطريقة دي هتقعوا بحب. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا سارة هلال في قناتي هقدم لكم النهارده طريقة عمل اومليت القرنبيط بطريقة لذيذة وسهلة جدا لكل عشاق القرنبيط اللي زي حالتي. اول حاجة انا عندي قرنبيطة بيضة حلوة، يكون مفيش فراغات ما بين الزهرات بتاعتها، يفضل ان يكون لونها ابيض زي ما احنا شايفين، ما يكونش لونها مصفر، ما يكونش فيها الاجزاء الغامقه اللي بتكون على الوش دي. هي بتكون تراب او بتكون حاجه كده، جزء مش نظيف يعني، بس هو بيسيب اثر ولون، واللون ده ما بيروحش منها حتى بعد السلق. فيفضل ان هي ما تكونش فيها الاجزاء دي بقدر الامكان. هنا القرنبيطه بعد ما فصلت الزهرات بتاعتها عن بعضها، طبعا بيكون في منها أجزاء صغيرة وأجزاء كبيرة، مش هيفرق معانا خالص في أي حاجة. عندي النار عليها مية سخنة جدا، هنزل عليها بمعلقة ملح، معلقة كمون. بعد كده هحط كمية القرنبيط اللي عندي. أنا كمية القرنبيط دي كتيرة بالنسبة لي إن أنا استخدمها في الأومليت النهاردة. فأنا هعمل إيه؟ بعد ما نزلتها في المية ب3 دقايق هرفع الكمية اللي أنا مش محتاجة استخدمها دلوقتي، هطلعها في مية بتلج عشان أوقف عملية السوى. بعدين أطلعها من المية دي، أصفيها، أحطها في أكياس وأحطها في الفريزر لحد ما أحب أستخدمها مرة تانية. أما بالنسبة اللي أنا محتاجاه دلوقتي هسيبه في المية لحد ما يبقى 3/4 سوا، وهطلعه منها وبرضه أصفيه من ميته. عندي هنا دول 4 زهرات من القرنبيط أنا فرمتهم. تقدروا تعملوا ده في الكبة أو إن انتوا تقطعوهم قطع صغيرة بالسكينة. بعد كده هنزل ب4 فصوص من الثوم المفروم، وفلفل حلو أحمر وأصفر، وكزبرة خضراء وشبت. بعدين هنزل بمعلقتين كبار دقيق مليانين، وضفت عليهم نص معلقة بيكنج باودر على الكمية اللي عندي دي. هنزل بمجموعة توابل، ملح، كمون طبعا، كزبرة ناشفة، وبابريكا وكركم، وحبة شطة صغيرين لو حابين، او تقدروا تزودوا الشطة لو انتوا برضو بتحبوا الشطة كتير. هقلب المكونات دي. الله الله على ريحة التوابل، حلوة قوي. ميكس التوابل مع ريحة الكزبرة والشبت مع ريحة الثوم، عاملين ميكس جميل جدا. بعد كده هضيف 3 بيضات واقلب مرة تانية. على فكرة نص معلقة البيكنج باودر دي مهمة جدا علشان الأومليت يطلع هاش ومش شارب زيت. كملوا للآخر وانتوا تشوفوا النتيجة. آخر حاجة خالص عندي معلقة زيت كبيرة، هضيفها للخليط وأقلبه مرة كمان. تقدروا تحطوا المكونات كلها على مرة واحدة وتقلبوها مرة واحدة، بس أنا بحب أقلبها كذا مرة عشان أضمن إن الدقيق ما يكلكعش معايا، وإن البيض يغلف كل مكون من مكونات الوصفة دي. هنا بقى في طاسة عندي هحط معلقة سمنة بلدي، ممكن انتوا تحطوا معلقة زيت مفيش مشكلة، بس أنا بحب جدا نكهة السمنة البلدي مع أي حاجة فيها بيض. هنزل بعد كده بخليط القرنبيط اللي عندي وافرده. ما تخافوش ابدا من السمنه اللي طلعت على الوش دي، لانها هتختفي بعد شويه مع السوا، وطبيعي ان هي تكون كده في الاول.
ههدي النار واغطيها، هسيبها تستوي من تحت الاول، بعدين هقلبها على الجنب التاني. شايفين الوان المكونات وتماسك الاومليت ازاي؟ لان المكونات مظبوطه، ولا فصلت ولا شققت، وطلع قطعه واحده. هسيبها تستوي من الجنب التاني كمان. شايفين الحلاوه والشقاوه يا جماعه؟ شايفين الفراغات دي تأثير البيكنج باودر، ودليل على انها هشة. عايزة أدوق. بنتي عايزة تدوق، لحظة ندوقها. الله. شايفين القطعة طالعة ازاي؟ ولا البيتزا. شايفين مفيش اي زيت ولا سمنة ملموسة. يلا سيبكم بقى علشان المنظر والطعم جوعنا. وما تنسوش لو عجبتكم الوصفة اعملوا لي لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. ومكونات الوصفة دي هتلاقوها تحت الفيديو في صندوق الوصف. اشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.